السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو العاشر لسلسلة بايثون، وسنخصصه للحلقات التكرارية. ولكن قبل ذلك أطلب منكم الاشتراك في القناة ونشر الفيديو على أصدقائكم المهتمين بالمجال. نعود للموضوع. العملية التكرارية أو الحلقات التكرارية هي تكرار عملية ما دام هناك شرط محدد. نقوم بأمثلة حتى نفهم الموضوع. احنا في الحلقة الماضية قمنا بأدوات الشرط أو عمليات الشرطية. هنا نديرو مثال على تكرار، عمليات تكرار. مثلا أعمل A يساوي 1. هذه التعليمة الأولى، A يساوي 1. مثلا أعمل while هي من الأدوات التكرارية. احنا راح نشوفه في الأدوات التكرارية، نشوفه while و for، أداتين while اللي هي ما دام، و for من أجل. هنا while معناتها ما دام إي أصغر من 5، ما دام إي أصغر من 5 نقطتين افعل لي هذا الشيء، يعني هذه التعليمات. هنا كراني في الموقع هذا، يعني عند نهاية while معناها أنا داخل الوايل. كل الأكواد اللي أكتبهم في هذا المجال أو هذا العمود كما أشير هي داخل الوايل. لما أعود إلى السطر أكون قد خرجت من الوايل. أعمل لي print، يعني اطبع لي A. ثم لو تركت البرنامج هكذا لن أخرج من البوك، لأنه A يساوي 1، يعني البوك لن يخرج منها، يعني يكرر لي كتابة الواحد ما لا نهاية من المرات. مثلا أدخل ب E يساوي 1، يعمل while E أصغر من 1، الواحد أصغر من 5، يطبع لي 1 ثم يعود، لأنه لن يخرج من البوكل أو التكرار، لأنه لم يتحقق الإي أصغر من 5، أنه دائما الإي ما زال 1. يعمل لي برنت لي الواحد مرة أخرى ثم يعود ويبقى هكذا إلى ما لا نهاية. أحاول مثلا عمل ران، هذه بوكل لا نهائية. هنا لن تتوقف البوكل، لأني دائما الإي أصغر من 5، يعني البوكل تبقى في الدوران. سأوقف الران بهذا الحمراء، النقطة الحمراء أو المربع الأحمر. أعمل له مثلا تعليمة أخرى، نقول له أعمل لي إي يساوي إي زائد 1، يعني كلما دخل البوكل أو دار داخل البوكل يزيد 1 للإي. هنا يدخل بالواحد، 1 أصغر من 5، يعمل لي برنت إي يعني 1، ثم يعمل إي يساوي إي زائد 1 بمعنى 2، ثم يدور ما زالت 2 أصغر من 5، يطبع لي 2، ثم يعمل إي يساوي 2 زائد 1 هي 3، يعمل بوكل 4 أو 3 أصغر من 5، يطبعها ثم إي يساوي 3 زائد 1 4، يعمل بوكل 4 ما زالت تحت أصغر من 5، يطبع لي 4 ثم يعمل إي يساوي 4 زائد 1، يذهب إلى وايل يجد أنه 5 ليس أصغر من 5، بمعنى أنه يخرج من البوكل وينتهي البرنامج. أحاول عمل ران. ها هي 1 يطبع لي 1، 2 3 4. هنا هذه أول تعليمات من البوكل أو أول حلقة التكرار وايل اللي هي ما دام إي أصغر من 5، ثم يغير قيمة الإي، يزيد له دائما 1. مع الأولى يدخل ب1 يجعله 2، ثم يدور يجعله 3، ثم يدور يجعله 4، لما يجعله 5 يخرج من التكرار.
نقوم بعمل آخر. هذا أول مثال نتعرف عليه، تعرف به على حلقة تكرارية while. نقوم بمثال آخر بالنسبة مثلا ل for. أمسح هذا البرنامج. مثلا أكتب for يعني بما أن مثلا بما أن x داخل ها هي in، هي معروفة بالنسبة لبايشارم هذه الكلمة in. بالنسبة x داخل مثلا string محمد، نقول له يطبع لي print x، يطبع لي الاكس. ما دام الاكس داخل محمد يطبع لي الاكس. اعمل رن ونشوف النتيجة. عندي خطأ، أنا نسيت النقطتين. دائما بعد الشرط هنا عندي أداة تكرار، بعدها كاين شرط، بعد الشرط كاين نقطتين دائما، سواء في أدوات تكرارية أو أدوات الشرط. أعمل رن، ها هو محمد MOHAMED، يطبع لي كل الحروف. مثلا أغير هنا، ندير مثلا زيد، أعمل رن، هو يطبع لي زيد، يطبع لي كل حرف وحده، لأنه إكس إن زيد معناها إكس هو كل حرف من زيد. لما يكمل string أو هذه الكلمة يخرج من الفور، لو عملت هنا أي شيء، أي تعليمة أخرى، سأكون داخل الفور، ما زالي داخل الفور. إذا عدت للسطر، لو عدت للسطر أكون قد خرجت من الفور. نقوم مثال آخر حتى نفهم الموضوع أكثر. مثلا استعمل القوائم. أنا كنت درت درس عن القوائم، سأقوم بنفس المثال اللي درته في القوائم. مثلا for نخلوها x دائما، أو أي حرف آخر، مثلا a in cars، ندير print a. ولكن قبل ذلك نحط الكارس. ماذا تساوي؟ كارس تساوي هنا هكذا، نديرو كارس تساوي مثلا رونو فاصلة نزيدو مثلا فيات فاصلة BMW فاصلة، هذه هي قائمة للسيارات، مثلا مرسيدس فاصلة أودي. هذه علامات السيارات. أحاول عمل رن، عندي خطأ دائما نقطتين. ها هي النتيجة، يعني يعمل لي تكرار داخل القائمة، يعني يطبع رونو ثم يطبع فيات ثم يطبع، يعني دائما يروح للمارك اللي بعدها. هنا بدأ بس بالرونو، ثم فيات، ثم BMW، ثم مرسيدس، ثم ها هي النتيجة. بهذه الأمثلة عرفنا نوعين من حلقات التكرارية. أولا الوايل اللي هي ما دام ويكون الشرط بعدها نقطتين. وكاين الحلقة التكرارية الثانية هي الفور، تكون بهذا الشكل.
نقدر نستعمل هذين الحلقات التكرارية في عدة أمثلة. سأحاول عمل مثال آخر بالنسبة للوايل. مثلا أكتب برنامج يطلب مني أن أدخل عدد يكون بين 1 و3. يجب أن يكون العدد بين 1 و3. يطلب مني يعني لو أدخلت 4 مثلا سيعيد الحلقة التكرارية ويطلب من جديد العدد حتى يكون هذا العدد بين 1 و3. في هذا المثال سأقوم باستعمال الأداة التكرارية while. أعمل مثلا أن يساوي 0، ثم أعمل while إذا كان ولا ما دام أن، أنا استعملت أن، أصغر من 1 أو هي لأني أحتاج العدد بين 1 و3. يعني ما دام أن أصغر من 1 أن أكبر من 3، يعني لا يتحقق الشرط، يعني الشرط غير محقق، نقطتين. اعمل أن يساوي input. أستطيع عمل تحويل للتايب، ندير input enter number بين 3 أو 1 and 3. هنا لازم استعمل الإف باش نبين له باللي راه على خطأ، باش نبين له في حالة ما أدخل رقم خطأ يعطيني جملة تقول لي باللي error. مثلا أعمل if n أصغر من 1 or n أكبر من 3 نقطتين print. هنا الوايل هنايا هذه التعليمة، شوف المكان تاعها، هذه كان تاعها يعني مازالي داخل الوايل. هنا هذه مكانها هنا معناتها أنا داخل الإف. ندير print مثلا error، دير لي error. ثم في حالة إدخال عدد مطلوب بين 1 و3 أخرج من الحلقة التكرارية while وأطبع الرقم المطلوب print n. سأحاول عمل run ثم سأحاول إعادة الشرح. هنا enter number، هنا نعاودو هنا مثلا ندير نقطتين باش يكون واضح، نقطتين، نعاود الرن، أدخل مثلا 4 error. يطلب مني ادخل عدد من جديد، أدخل مثلا 0 error، نفس المشكلة. أدخل مثلا 10 error، أدخل 2 يطبع لي 2. يعني لما تحقق الشرط يخرج من الحلقة التكرارية. هنا واش دار؟ أنا مع الأولى في الحلقة الأولى أن يساوي 0 يدخل while أن أصغر من 1 or أن أكبر من 3. هنا محقق الشرط، ندير يقول لي أدخل عدد بين 1 و3 لأني مخطئ، لأنه الآن يساوي 0. ثم
أنا أدخل العدد يقول لي error يعني العدد اللي أدخلته خاطئ، العدد اللي أدخلته خاطئ. يعني هنا يدير أداة الشرطة هنا، مثلا هنا أدخلت 4، هنا الشرط محقق يدير لي ايرور ثم يعيد الكرة. الشرط ما زال محقق لأن 4 أصغر من 1 وأكبر من 3، هو أكبر من 3 في الحقيقة. يعاود يطلب لي ندخل نفس المشكلة، هنا دخلت 0 نفس المشكلة، يعاود إلى حتى دخلت 2. كي يدخل 2 هذا الشرط غير محقق، هذا الشرط غير محقق، يدير بوكل يدخل هنا غير محقق أيضا في الحلقة التكرارية، يخرج من الحلقة التكرارية ويطبع لي الآن. هذا هو المثال. هذا بعض الأمثلة عن الحلقة التكرارية. إن شاء الله في المستقبل نزيد ونقوم بأمثلة أخرى لفهم الحلقة التكرارية وأدوات الشرط وحتى الدروس السابقة، لأنه حاليا تعلمنا كيف نقوم بإدخال المعلومات، كيفية الطباعة، كيفية استعمال القوائم، كيفية استعمال الفاريابل أو المتغيرات الفانكشن، وكذلك الحلقة التكرارية وأدوات الشرط. معناها أستطيع عمل برنامج يكون فيه كل هذه الأشياء. إن شاء الله في الفيديوهات القادمة نحاول نعمل برامج تكون كبيرة شوية حتى نتمكن من فهم أكثر كل هذه المواضيع، ونحاول واش قمنا به لحد الآن نديرو لكم في فيديو واحد متكامل، حتى الناس المهتمة بالبرمجة في لغة بايثون تشوف فيديو واحد يكون فيه كل هذه الأشياء. راح نحاول نجمع لكم كل هذه الفيديوهات مع الأمثلة اللي راح نديروها في الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.